سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو كبده مشرمله، احسن وصفه كبده مشرمله راح تجربوها في حياتكم. تابعوا معايا الفيديو. هنا عندي الكبده تاعي، غسلتها نقيتها، كبده تاع الدجاج وشويه قلب. غسلتهم تري بيان ونحيت لهم الزوائد، وعندي دواوات وعندي ثوم ومعدنوس. وهنا حطيت المقله تاعي على النار تسخن الزيت جيدا، لازم تسخن مليح باش نجيبو الكبده تاعنا ونبداو نضيفو فيها بشويه، نضيفوها بالعقل باش ما تطيرش علينا الزيت، ونحاولوا نستفوها في المقله بطريقه تتقاس كامل هذيك الكبده. مليح انه تكون المقله كبيره، لشتا كميه صغيره باش هذيك الكبده كامل سما تدي السخانه هذيك تاع الزيت وما تطلقش الماء تاعها. وهكا نخليوها على نار عاليه طيب حتى نحسوها طابت من الجهه الاولى، ونبداو نقلبوا فيها كيما راكم تشوفوا هنا. هنايا بدات بدا يبان عليها الطياب من التحت. نقدروا نقلبوها، ما نقلبوهاش وهي هكاك مازالت ماهيش طايبه، لانها راح تتفتت لنا. الكبده ما فيهاش خلاص الروح، راح تتفتت. هنا بعد ما قلبناها مره وزوج كيما راكم تشوفوا دات تحميره مليحه، تكون طابت هنا واحد 80%. نحيوها من المقله ونخليوها دو كوتي، ونجيو للزيت تاعنا نحتاجوها نديرو فيها الدواوات. اول حاجه نحطو الثوم، نحطوها مليح. هنا في هذه المرحله نقصوا النار خلاص، نديرو نار هادئه جدا باش ما تحرقلناش الثوم، باش ما تلهفالناش هذيك النار. ونديرو ملعقه كبيره طماطم مصبره، ونحاولوا نقليوها في هذيك الزيت مع الثوم باش تتنحى لها الحموضه طبعا. وهنا بعد ما ذوبت هذيك الطماطم في الزيت نضيفوا لها تقريبا نصف كاس ماء باش تتجانس برك المكونات. بعدها نجيب الدواوات تاعي كيما قلت لكم، حطيت كمون، كرويه، فلفل احمر حلو وحار، فلفل كحل وكزبر. نخلطوهم ثاني مع هذوك الثوم والطماطم اللي درناهم، ونجيبوا الكبده تاعنا نردوها للمقله. طبعا ما ننساوش الملح اللي هي اساس كلش. نضيفوا لها كاس ولا كاس ونصف ماء ونخليوها تشرب لنا البنه تاع الدواوات. وفي الاخير زدنا لها شويه معدنوس وعصره قارص. وهذا هو الطبق تاعنا جاهز. شهيتكم في الجنه، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتقولوا لي في كومنتير واش رايكم. بنه ولا اروع. اذا كنت ديريها بطريقه مختلفه راح تنسي طريقتك وتعتمدي هذه الطريقه من اليوم. في نهايه الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتديروا جيم على الفيديو وتخليوا لي كومنتير.